شباب الثورة بعد رحيل رأس النظام الطاغية الصالح، أولا تشكيل مجلس ثوري انتقالي يمثل ساحات محافظات الجمهورية. ثانيا تشكيل لجان في كل المحافظات لإدارة شؤون المحافظات كمرحلة انتقالية إلى أن تشكل حكومة وتعد انتخابات نزيهة. ثالثا تشكيل لجان متخصصة في مراجعة أنظمة الدولة وتنصيب ذوي كفاءات فيها، لا سيما الأجهزة الأمنية والعسكرية التي أساءت إلى الثورة وإلى شبابها. رابعا تشكيل حكومة كفاءات متخصصة تدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية. خامسا تشكيل لجنة لمراجعة النظم واللوائح والتشريعات لتكون متلائمة مع ما بعد الفترة الانتقالية من إعداد انتخابات نزيهة. بعد ذلك تشكيل هيئة قضائية من القضاة المختصين النزيهين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يشرفون على هذه العملية، سواء العملية الانتخابية أو العملية الانتقالية برمتها، ويراجعون مسألة عمل هذه اللجان وما تقوم به هذه اللجان إلى أن يتبلور وضع جديد يسقط فيه هذا النظام بكل أجهزته وأزلامه، ويقوم فيه نظام جديد يسعد فيه الشعب اليمني. ستكون مهمة الثوار فيما بعد هذه المرحلة مهمة كبيرة، وأول شيء في هذا المجال طبعا بالنسبة للمؤسسة العسكرية أهم شيء أن تتحرر ولاءاتها من الولاءات للأفراد إلى الولاءات للوطن والشعب، وأن تكون الثروة والمال العام لعامة الناس وللشعب وليست لفرق خاصة ينتقيها النظام من أسرته أو غيره. وستكون هناك أو سيخرج البلد من نظام الفرد إلى نظام المؤسسات عضويا أو بالموت أو بغيره، أننا نطالب إما بتسليم السلطة بقوة إلى نائب الرئيس وفقا لموافقة المعارضة والشباب، وأن تكون له كامل الصلاحيات بناء على الدستور بعيدا عن التيار العنصري من أقارب الرئيس الذي يرفض أن يسلمه السلطة، وإما أن يتم تشكيل مجلس انتقالي قوي لتسلم أمور البلاد. ما نريد بعد الثورة هو ما لخصناه في أهداف الثورة السلمية، وهو تحقيق بقية أهداف الثورة السلمية. لله الحمد والمنة، تحقق الهدف الأول برحيل هذا الظالم الطاغية السفاح الذي انتقم الله عز وجل منه وانتقم لهذا الشعب المظلوم، وما تبقى هو تحقيق بقية أهداف الثورة السلمية وهي التي لخصت في أهدافها المعروفة. ما نريده ما نريد أن يتحقق لنا بعد انتهاء النظام السابق، ونريد أن يتعاون جميع أبناء اليمن بجميع مكوناتهم وفئاتهم وتكويناتهم إلى السعي لإقامة دولة مدنية حديثة يسودها النظام والقانون. نريد أن نعيش كما يعيش العالم الحر، بعيدا عن الاستبداد، بعيدا عن القهر، بعيدا عن الخضوع. نريد أن يسودنا نظام القانون، أن يعرف المواطن حقوقه وواجباته. هذا ما نريده بعد أن سقط النظام الطاغية. وبالنسبة للأولويات يجب أن يكون هناك مجلس انتقالي ثوري لحكم البلاد وإجراء وتشكيل هيئة لتغيير الدستور، ثم من بعد ذلك يتم المصادقة عليه وتتم إجراء انتخابات. ولا بد من الحسم إما بتشكيل مجلس انتقالي أو الحسم بالزحف أو الحسم العسكري